الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي، نبدأ مع بعض دروس الجبر. أول درس الدالة ذات المتغير الحقيقي. لما بقول زمان كنا بنقول كده مثلا س هتساوي 1 و2 و3، ص هتساوي المجموعة 4 و5 و6 و7، وكانت عين علاقة من س إلى ص بحيث أ عين ب تعني أن ب هتساوي أ زائد 3. كنا بنقول اكتب بيان عين مماثلة بمخطط سهم، هل العين دالة أم لا؟ أ يعني عناصر س، ب يعني عناصر ص. أ عناصر س يعني همسك كل عنصر من عناصر س أجمع عليه كام؟ أجمع عليه 3. خليك معايا هنا أهو. هجمع عليه إيه؟ 3. أول عنصر من عناصر س 1، هجمع عليه 3 يبقى 1 و4. لما جمعت عليه 3 بيجي 4. طيب تاني عنصر 2 يبقى 2 و5، 3 وكام؟ و6. يبقى مسكت كل عنصر من عناصر س جمعت عليه كام؟ 3. هنمثلها بمخطط سهل بقى، خليك معايا هنا اهو. هنعمل مستطيل كده لس اللي هو 1 2 3، ومستطيل كده لايه؟ لص اللي هو 4 5 6 7. الواحد راح للأربعة، 2 راحت للخمسة، الثلاثة راحت للستة. ده اسمه مخطط ايه؟ سهمي. طب في مخطط بياني، ايه المخطط البياني؟ هو برضه مستطيل لس ومستطيل لص، بس الس لازم من تحت طبعا، وهنا ص. بياني اسمه بقى على جسمه، يعني بياني على الرسم الايه؟ البياني. طيب عناصر س هنا اللي هي 1 2 3، عناصر ص 4 5 6 7. طيب 1 راح لمين؟ لأربعة، 2 و5 3 و6. ده اسمه مخطط ايه ده بقى؟ بياني. عايزين نعرف العلاقة دي دالة ولا ليست دالة. هنعرفها ازاي دالة ولا ليست دالة؟ من المخطط السهمي كل عنصر يخرج منه سهم واحد فقط. يبقى ده الواحد طلع منه سهم، الاثنين طلع منها سهم، الثلاثة طلع منها سهم واحد فقط. يبقى نقول على العلاقة دي ايه؟ علاقة ايه؟ دالة. طب نعرفها من المخطط البياني، وده المهم بقى اللي علينا. كل خط راسي يمر بنقطة واحدة، يعني أي خط راسي عند الواحد مر بنقطة واحدة. تاني خط مر عند النقطة عند الاثنين، عند الاثنين وخمسة. تالت خط مر عند نقطة 3 و6. يبقى دي برضه نعرفها دالة من المخطط السهمي والمخطط ايه؟ البياني. ونقدر نعرفها ان العلاقة كل عنصر من عناصر س دي ظهر كمسقط أول مرة واحدة. طيب دي العلاقة اللي هي بتاع ثالثة إعدادي. هنستفاد منها، بس افتكر المخطط باين ده هنستفاد منه حاجة بسيطة. طيب جم بقى بتوع الرياضة قالوا لي المسألة دي طويلة جدا، س وصاد وعين ومش عارف ايه. قال لي لا، ما انت ممكن تكتب الحتة المفيدة بس اللي في ايه؟ في المسألة. ب دي عناصر ص هتساوي أ عناصر س زائد 3. دي بقى اسمها ايه بقى؟ ايوه اسمها قاعدة الدالة. يبقى دي اسمها قاعدة الدالة. يعني هنستغنى طالما هي دالة، هنستغنى عن الدوشة دي كلها ونكتب اسمها قاعدة الدالة. مش احنا هنكتبها طبعا، هو جيبها لي دي اسمها قاعدة الدالة. طيب هيديك نفس الحل، ايوه نفس الحل. حط لي س بواحد بقى كده، حط لي س واحد، يعني ده الواحد. 1 زائد 3 يدينا كام؟ 4. يبقى 1 و4. خليك معايا اول زوج مرتب 1 و4 بعينه زي ما هو. لما اقول لك ده الاثنين، 2 زائد 3 يدينا 5، يبقى 2 و5. ده الثلاثة، 3 زائد 3 يدينا 6، يبقى 3 و6. يدينا نفس المسألة بس بطريقة تاني. طيب شوفوا التطور بقى، كانوا بيكتبوها في الأول علاقة، بعد كده اكتبوها قاعدة الدالة دي على طول. طيب ايه الفرق بقى بين الدالة دي والدالة القريبة بتاع ثالثة إعدادي؟ قال لي هنا اسمها دوال كثيرات الحدود، يعني المجال بتاعها هنا ح، او زائد داله ذات المتغير الحقيقي، عشان كده وزيك سموها كده. المجال بتاعي ايه؟ ح. يعني ايه المجال؟ يعني اقدر احط السين باي رقم. هنا كنت لازم تحط لي السين في المساله، تحط لي السين بواحد واثنين وثلاثه، هو محددها لك. هنا تحط لي السين باي رقم اللي انت يعجبك بقى. يبقى المجال بتاعنا هنا ايه؟ ح. يعني ايه المجال؟ يعني جميع القيم الممكنه لسين. اقدر احط السين بكام؟ باي رقم يعجبك. يبقى هنا كانت محدده، هنا زودها شويه، خلي الارقام دي اي رقم تختاره انت. طيب يبقى دي الداله ذات المتغير الحقيقي. طيب اول سؤال بقى، طبعا برضو لسه ما دخلناش في المهم، ركز معايا بس كده عشان نبقى ماشيين بالترتيب.
ايوه السؤال بقى هيقول لي ايه؟ يجيب لي مخطط سهمي ويقول لي العلاقه دي داله ولا ليست داله. يعني يجيب لي مخطط سهمي كده ونشوف العلاقه دي داله ولا ليست داله، مثلا 2 3 5 1 4 7 9. يا ترى العلاقه دي داله ولا ليست داله؟ اي العلاقه دي داله. طب ليه داله؟ كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد. طب يا استاذ ده 2 رايحين للواحد، انا مش دعوه باصفار. ليه عناصر س طلع منها سهم واحد بس؟ خليك معايا هنا بالكامل. يبقى ايه 2 3 5 كل عنصر طلع منه سهم واحد فقط، يبقى نقول على العلاقه دي ايه؟ داله. طب لو عملنا كده 2 4 6 1 7 9 13 2 و7 4 و7 6 و7 6 و13 4 و1. العلاقة دي ليست دالة. ليه؟ لأن العنصر 6 خرج منه كام سهمين، يبقى دي ليست إيه؟ ليست دالة. يبقى ليست إيه؟ ليست دالة. طيب ده المخطط السهمي ومعروف من ثالثة إعدادي. تعال نشوف بقى إحنا من المخطط البياني. إحنا قلنا كل خط كل عنصر يخرج منه سهم واحد فقط، ده في المخطط السهمي. في المخطط البياني كل خط رأسي يمر بنقطة واحدة. تعال معايا بقى هنا على الرسومات دي. أول سؤال يعتبر في المنهج بتاعنا. أول سؤال افتكر. هيقول لي اي الاشكال الاتيه او اي العلاقات الاتيه تمثل داله. هعرفها ازاي داله؟ بص يا حبيبي، هتجيب المسطره بقى وتمشي معايا كده واحده واحده. لازم طبعا دي المحاور اللي بالاسود، دي المحاور. الرسمه بقى اللي هو بالازرق ده سيبك من المحاور، هنمسك كده المسطره ونمشي كده. كل خط في الازرق ده في الرسمه بتاعنا لازم يكون فيه نقطه واحده، مفيش نقطتين تحت بعض. يبقى نقول العلاقه دي ايه؟ داله. اقولها تاني، يعني وانت ماشي كده كل خط لو رسمت خطوط كده، مش هرسم طبعا بس يعني اي خط كده يمر بنقطه واحده. طيب تعال نشوف الرسمه الثانيه، داله ولا ليست داله؟ برضه مش كده، مفيش اي نقطه فوق تحت الثانيه، يبقى نقول عليها ايه؟ داله. ولذلك بيسموه ايه؟ بيسموه اختبار الخط الرأسي. يسموه اختبار الخط الرأسي. يبقى يسموه اختبار الخط الرأسي. اي خط رأسي طبعا هتبقى واضح عندك في الرسم بياني جوي. اي خط رأسي لازم يمر بنقطه واحده. طب تعال نشوف رقم 3 دي، دالة ولا ليست دالة؟ بص بقى كده، لو رسمت خط رأس كده او حطيت المسطره كده يعني، قال لي بص هتمر بنقطتين، ادي 1 2. يبقى الخط الازرق ده اللي هو المنحنى اللي هو المرسوم ده هيقطع المنحنى ده خط رأس في نقطتين، يبقى نقول عليها ليست دالة. يبقى دي ليست ايه؟ دالة. تعالى معايا هنا في الرسمه الثانيه دي، تعالى نشوف كده. تعالى الخط ده بقى هو عندي المشكله. الخط ده بقى ركز بقى، في نقطتين ولا نقطة واحدة؟ قال لي ايه حكاية النقطة الدايرة المفتوحة دي اللي ما فيهاش في جواها حاجة خالص؟ قال لي الدايرة دي يعني النقطة دي مش موجودة. طب امال راسمها ليه؟ قال لي اصل الخط ده بعديه على طول مباشرة. قال لي يبقى نقول على المسألة دي دالة، ما فيش ولا نقطة تحت الثانية. يبقى وانت ماشي كده ما فيش ولا نقطة تحت الثانية. طب حتى هنا ايوه تحتها فاضية ما فيش نقطة ثانية. ايه ده؟ انت مكررها تاني؟ لا طبعا يا حبيبي. بص بقى المرة دي لما اعمل الخط بقى ده في كام نقطة تحت بعض؟ ادي نقطتين. ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا الدايره معناها النقطه دي مش موجوده، يبقى هنا الدايره هنا مفيش دايره، يبقى معناها دي ليست دايره. يبقى في نقطتين تحت بعض. طيب نيجي الرسمه الاخيره دي، خليك معايا هنا الرسمه الاخيره. طبعا داله كل خط راس يمر بنقطه واحده بنقول عليها داله. تعال نشوف دي بقى. ركز معايا بقى، داله ولا ليست داله؟ ليست داله. ليه ليست داله؟ ده بص كام نقطه تحت بعض بقى على نفس الخط الرأسي ده، كام نقطة؟ ده عدد لا نهائي. يبقى نقول على دي ده ليست دالة. يبقى نقول عليها ليست دالة. يبقى أول سؤال علينا اختبار الخط الرأسي. هيقول لي من الأول بص معايا هنا. أول واحدة يقول لي دي ليست دالة. طبعا أي خط رأسي في الرسم بياني كده مر بنقطتين، طبعا هتبقى واضحة جدا عندك على الرسم بياني. أي خط رأسي يمر بنقطتين يبقى ليست دالة. طبعا مفيش ما مرش بنقطتين، يبقى دي دالة. هنا بقى لو رسمت خط كده هيمر بكام نقطة؟ بنقطتين، يبقى دي ليست دالة. هنا برضو لا طب ما في نقطتين، لا النقطة دي احنا قلنا الدائرة دي معناها ايه؟ معناها النقطة دي مش موجودة، يبقى دي دالة. هنا نقطتين تحت بعضها يبقى ليست دالة. ده 7000 نقطة تحت بعض يبقى ليست دالة. طبعا دي ايه؟ دالة. يبقى أول سؤال يديني شكل بيقول لي العلاقة دي دالة ولا ليست دالة. نفس السؤال بس بالايه؟ جبريا بقى من غير رسومات. بص بقى خليك معايا هنا. يبقى خلصنا السؤال الاولاني داله ولا ليست داله.
تاني سؤال هو بعينه برضه بس هيكون جبريا معايا هنا. بص يا حبيبي، هيقول أي من العلاقات الآتية تمثل د. تمثل ايه؟ د. ص يساوي 2 س زائد 3، ص هتساوي س تربيع زائد 5، ص هيساوي جذر س، أو خليها في الأول 3 س زائد 1، ص هتساوي جذر س ناقص 5 ولا ناقص 1، ص تربيع يساوي 9 س زائد 3، ص تكعيب يساوي 5 س، ص تساوي 4 س تساوي 3. ركز بقى معايا واحدة واحدة كده عشان تبقى فاهم خطوة خطوة. هنعرفها في الأول تلقائي كده وبعدين نشرح ليه. كل المسائل اللي هيبقى فيها صاد فقط أو صاد السعادة فرد دالة، كل حاجة تقول عليها دالة ما عدا الصاد والسعادة الزوجي. يعني وأنت مغمض كده هتقول على دي دالة، دالة عشان صاد بس، دالة دالة، ودي ما فيها أمر هقوله لك بعدين. دي بقى ليست دالة. اشمعنى دي ليست دالة؟ عشان فيها صاد تربيع. يبقى أول ما تلاقي صاد تربيع أو صاد أس 4 صاد السعادة الزوجي يبقى دي ليست دالة. صاد تكعيب لا دي دالة، ده فردي دالة. تاني حاجة بقى ليست دالة اللي هي س تساوي. اشمعنى دي ليست دالة؟ لأن ما فيهاش صاد أصلا، لأن دي عبارة عن مسألة خط رأسي كده زي اللي احنا كنا قلنا ليست دالة. دي لما تيجي ترسم يبقى خط رأسي كده في 7000 نقطة تحت بعض. يبقى كل العلاقات وأنت مغمض بقى كده أي حاجة تقول عليها دالة ما عدا اتنين، صاد السعادة الزوجي وس تساوي، يعني ما فيهاش صاد اصلا. يبقى صاد السعادة الزوجي واللي ما فيهاش صاد دول ليست داله والباقي كله داله. يبقى طب يا استاذ، طب ما المساله دي هي دي مش دي فيها جذر لا يا حبيبي، احنا لنا شكل المساله اللي موجود عندك. يعني في فرق لما يقول لك نفس المساله ها، لما يقول لك صاد تربيع يساوي س وصاد يساوي جذر س، مش هي دي؟ لا بس دي ليست داله ودي داله. يبقى صاد السعادة الزوجي. طب ليه ليست داله بقى؟ احنا مش قلنا كل عنصر من عناصر س يخرج منه سهم واحد فقط او يظهر كمسقط اول مره واحده؟ قال هنا لو انت جبت جذر مثلا، خلينا حاطين الس باربعه، يبقى جذر الاربعه كام؟ لا مش 2، جذر الاربعه موجب 2 وسالب 2، هيطلع عليها ايه؟ قيمتين، يعني يخرج منها سهمين، يبقى دي ليست داله. ولذلك اقول لك صاد اس اي عدد زوجي ليست داله. يبقى حاجتين ليست داله ايه هما؟ صاد اس عدد زوجي واللي ما فيهاش صاد خالص، يبقى دول ليست داله. يبقى اول سؤال علينا الرسومات، اختبار الخط الرأسي، اي خط رأسي يمر بنقطتين يبقى ليست داله. طبعا هتبقى واضحه جدا على رسم باقي، تمسك الخطوط بتاع الرسم باقي كده، لو لقيت اي نقطتين تحت بعض يبقى دي ليست داله. تاني حاجه في الجبريه بقى، صاد اس اي عدد زوجي ليست ايه؟ ليست داله. طيب والثانيه اللي ما فيهاش صاد خالص، يبقى كله دوال ما عدا حاجتين، صاد اس عدد زوجي واللي ما فيهاش صاد. يبقى الرسومات دي، يبقى عشان نلخص اللي احنا الكلام مفيد، المنهج بتاعنا طويل فعايزين نلخص كلمه كلمه. يبقى اول سؤال او اول نقطه اللي هو يجيب لك رسمه يقول لك دي داله ولا ليست داله. اي نقطتين تحت بعض وانت مغمض ليست داله. اختبار الخط الرأسي يبقى اسمه ايه؟ اختبار الخط الرأسي. اي خط رأسي كده لازم يمر بنقطه واحده. طيب جبريا بقى كلهم داله وانت مغمض ما عدا اثنين، صاد السعادة زوجي واللي ما فيهاش صاد ايه؟ ما فيهاش صاد خالص. طيب تعالى بقى نشوف ايه؟ ازاي احنا بقى هنرسم الداله دي. طبعا اللي جاي دي برضه مش مهمه قوي، اهم سؤالين الوقت لغايه الوقت احنا خدنا دي داله ليست داله من الرسم وجبريا، من الرسم وجبريا. بص هنا بقى، لما يقول لي د 2 و3 و4 الى ح، حيث د س هيساوي 2 س زائد 1. طبعا هنا عايز يرسم. بص يا حبيبي، في الاول معايا واحده واحده. بص على كده د نقطتين 2 و3 و4 سهم كده ح، يعني ايه ده بقى؟ جالي داله في الاول اختصار كلمه داله، يبقى ده اختصار كلمه ايه؟ داله. من 2 و3 و4 يعني ده المجال، يعني عناصر س لازم نحطها ب2 و3 و4. طيب الى ده اسمه المجال المقابل، يعني الناتج لازم يطلع ايه؟ عدد حقيقي. يبقى ده اللي جاب لي السهم ده هنسميه ايه؟ المجال. يبقى اللي جاب لي السهم ده هنسميه ايه؟ المجال.
اللي بعد السهم المجال المقابل. يبقى اللي بعد السهم اسمه المجال الايه؟ المقابل. لما اجي ارسم بقى احط السين ب2 هقول ده ال2. طبعا 2 في 2 زائد 1 يدينا 5. ده ال3. 2 في 3 زائد 1 يدينا 7. ده ال4. 2 في 4 8 زائد 1 9. لما اجي ارسمها بقى طبعا انت تمشي بالواحد بس احنا عشان الوقت بس. اول واحده 2 وكام؟ 2 و5 3 و7 4 و9. هوصلهم؟ لا طبعا. طب ليه مش هوصلهم بقى؟ لان هنا المجال، يبقى اكتب لك اول ملحوظه، المجال مجموعه لا نصل النقط. مش هنوصل النقط. ليه مش هنوصل النقط؟ لان المجموعه دي في فرق بين المجموعه وفتره. المجموعه دي 2 و3 2 و3 وهي بص معايا هنا. طيب 2 و3 و4 يعني لا تزود ولا في 2 ونص ولا في 3 وربع ولا في، هم دول بس الثلاث ارقام دول الموجودين. نفس المساله، وخلي بالك هتاخد نفس المساله عليها 4 اشكال. تاني شكل لنفس المساله لما يقول لي د من 0 ل3 الى ح د س هيساوي 2 س زائد 1. ايه ده؟ ده انت مكرر المساله يا نعسان. ايه اللي اختلف المثل طيب؟ ايوه برافو عليك. المجال هنا بقى عندنا ده الفتره. المجال ده الفتره بقى بتاعتنا، ده مجال فتره. هو في فرق بين فتره ومجموعه؟ ايوه. الفتره بقى ما جميع الاعداد الحقيقيه من 0 ل 3 يعني 0 1 1 ونص 2 2 وربع لغايه 3. طيب يبقى نعوض من 0 1 2 3. يبقى بس اهم حاجه في التعويض اول رقم واخر رقم، يعني ده 0 2 في 0 زائد 1 يدينا 1. يبقى بعد كده ده ال2 2 في 2 زائد، انت نسيت 1؟ لا ما نسيتوش يا حبيبي، عادي ممكن اطنش رقم. ده ال3 اهم حاجه الاول والاخير. 2 في 3 زائد 1 يدينا 7. طيب هنمثل بقى 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. طيب 0 وكام؟ 0 و1. ركز. 1 مش عندنا، 2 و5 3 و7. هوصل بقى. اشمعنى بقى توصل؟ اصل المجال فتره معناها جميع الاعداد اللي جوانا دي 1 و1 ونص و2 دي معانا. هنا ما كانش معانا غير الارقام دي بس 2 3 4. يبقى هنا لاحظ المجال فتره نصل بس لا نمد. مش هنمد. يعني ايه مش هنمد؟ يعني ما هم اوصل اول نقطه واخر نقطه اوصلهم ببعض وخلاص على كده. لو مديت كده سنه يبقى غلط، لو مديت كده تحت سنه يبقى غلط. يبقى المجال فتره يبقى ايه؟ مش هنمد. فتره اسمها فتره محدوده، عشان تعرف محدوده يعني عارف اولها ايه واخرها. نفس المساله النوع الثالث، يعني بشوف نفس المساله بس المجال هنا كان مجموعه نقط فقط، المجال هنا فتره هنوصل. بص بقى كده د من 1 ولا من 0 لما لا نهايه الى ح د س هيساوي 2 س زائد 1. طيب هو في اختلاف؟ ايوه طبعا. الفتره المره دي بقى عندي بقت كام؟ بقت فتره 0 وما لا نهايه. 0 وما لا نهايه، مش فتره غير محدوده. طيب هنجيب ده 0 2 في 0 زائد 1 يدينا 1. د 2 مثلا 2 في 2 زائد 1 يدينا 5. د 4 2 في 4 زائد 1 يدينا 9. طب انت قلت اهم حاجه رقم الفتره الاولى، اول رقم في الفتره واخر رقم. طب ما اخر رقم كام يا حبيبي؟ ما لا نهايه. ده هتجيبه عند مين بقى؟ يبقى تقعد في بيتك وتجيبها في افغانستان بقى. يبقى احنا هنجيبها على قد 3 4 ارقام على قد ما نقدر. يبقى طبعا هنا لما يكون فتره محدوده لازم اجيب اولها واخرها، ده لازم بغض النظر عن فتره مفتوحه ولا مغلقه، ده هناخدها بعدين. لكن عندنا لازم اجيب اولها واخرها. طب هنا اخرها ما ينفعش طبعا، مش هقدر اجيب ما لا نهايه، يبقى احط 3 4 ارقام. واحط ارقام برضه صغيره، مش واحد يجيب لي مثلا ده 100. هترسمها فين بقى؟ ترسمها في كراسه اللي قدامك بقى. بص عليه او على التابلت اللي قدامك. لما اجي ارسم بقى بص عليه. هنا 1 معلش 2 على طول 4 6 8 10
1 2 3 4 5 وصفر واحد، ركز، 2 و5 4 و9. ايه المرة دي بقى الجديد بقى؟ قال لي هنوصل. ايوه طبعا هنوصل، بس هنمد بقى كده، هنمد كده بقى. يبقى هنوصل ونمد. طب ليه هنوصل ونمد؟ يبقى تالت ملحوظة، المجال فترة غير محدودة، يعني فيها بها يا اما ما لا نهاية او سالب ما لا نهاية. يبقى نصل، ايوه هنوصل عادي زي اي فترة لازم نوصل، بس نمد بقى. اذا كانت ما لا نهاية يبقى نمد يمين، تعرف ده اليمين يجي ده. اذا كان السالب ما لا نهاية نمد ايه؟ شمال يجي ده. طبعا انا مديت كده ليه؟ عشان دي ما لا نهاية يا حبيبي، يبقى مديت ما لا نهاية. طب لو كان سالب ما كنت مديت ايه؟ مديت شمال. يبقى النوع الاولاني المجال مجموعة، نقط فقط لا نوصل. تاني واحدة المجال فترة، أهم حاجة في الفترة الأول الرقم الأول والأخير. ده لو كانت فترة محدودة يعني أعطانا أرقام ما فيهاش ما لا نهاية. طيب جبت الأرقام طبعا هنوصل بس لأن دي فترة محدودة يعني من كذا لكذا، ودي هتكرر معانا على طول. أول تاني وتالت ورابع بغض النظر عن في صفر ده مفتوح ولا مغلق، الأرقام مش مهم لازم أجيبها برضه. طيب نيجي هنا بقى فترة اسمها فترة غير محدودة، يعني هنوصل بس هنمد يمين او شمال. هنمد يمين ليه او شمال ليه؟ قال لو كانت موجب ما لا نهايه يبقى نمد يمين، اذا كان سالب ما لا نهايه نمد ايه بقى؟ شمال. نفس المساله بس النوع الرابع بقى، خلي بالك النوع الرابع د من ح الى ح، د س هيساوي 2 س زائد 1. يبقى نفس المساله بس بص ليها كام شكل؟ 4 اشكال. طيب هنجيب ايه ده؟ ده ما اعطانيش حاجه اعوض بيها، قال لك لا المجال هنا ح، يعني اي رقم اي ارقام تختارها انت بقى. اختار لي مثلا هنقول د سالب 1، 2 في سالب 1 زائد 1 يدينا كام؟ ده بقى يا حبيبي بسرعه، برافو عليك. ده مثلا صفر زي بعضه كتب الصفر، 2 في صفر زائد 1 يدينا 1. ده الاثنين مثلا مصمم 2 خليها 1 برضه. 2 في 1 زائد 1 يدينا 3. هنمثلها بقى 1 2 3 سالب 1 ادي 1 2 3 سالب 1 سالب 2. ركز بقى معايا. اول واحده سالب 1 وسالب 1. بص يا حبيبي، اللي بعديها صفر وواحد، اللي بعديها 1 وايه؟ و3. هنعمل ايه المره دي بقى؟ هنوصل، ايوه، ونمد بس من ناحيتين. يبقى نصل المجال، طبعا اكتبها بالعربي في الاول، هنا المجال ح، يبقى نصل هنوصل طبعا طالما المجال مع ح دي معناها فتره سالب ما لا نهايه وما لا نهايه. طب هنوصل واحنا قلنا ما لا نهايه نمد يمين وسلمناها هنمد شمال، طب دي فيها الاثنين يبقى نمد من الناحيتين يمين وشمال. يبقى هرسم كده بقى، يبقى لغايه التابلت اللي قدامك ولغايه التابلت اللي وراك. يبقى عندنا 4 اشكال للمساله الواحده، 4 اشكال على حسب المجال. بص معايا من الاول بقى هناك. يبقى اول واحده المجال بتاعنا هنا ايه؟ مجموعه، يبقى نقط فقط مش هنوصل. يبقى المجال مجموعه، المجال اللي هو ايه؟ اللي قبل السهم اللي هو بين النقطتين والسهم ده، يبقى ده المجال مجموعه نقط فقط. وطبعا دي مش هتيجي علينا تاني، دي بقى هتكرر معانا على طول. فتره بقى فتره محدوده يعني عارفه اولها واخرها، يبقى لازم اجيب اولها واخرها بغض النظر الفتره دي مفتوحه ولا مغلقه. حتى لو دي مفتوحه اي نعم هتفرق في الرسم هنا حاجه بسيطه، بس لازم اجيب اولها واخرها. يعني ده صفر و3. طب اجيب كام رقم في النص؟ يعني لو جالي مثلا من 0 ل 10 ممكن اجيب 0 3 7 10 اي ارقام تعجبك، بس اهم حاجه الاول والاخير. لو انت جايب فاضي وهاتهم كله. طيب هنا فتره بس اسمها فتره ايه بقى؟ غير محدوده، فيها ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه. طالما في غير محدود يبقى همد، بس همد من ناحيه واحده عشان هنا ما لا نهايه، يبقى همد يمين. طب لو سالب ما لا نهايه همد ايه؟ شمال. طبعا دي ما لا نهايه مدينه يمين. هنا بقى المجال بتاعي هنا ايه بقى؟ هنا المجال بتاعي ايه؟ ح. قال لي يبقى هتمد من ناحيتين. هتمد بايه؟ من ناحيتين. طيب تلاحظ حاجه كده هنقولها فتره حتى تاني. انا بحط سهم، السهم ده معناه يعني ايه؟ ودي يعني الما لا نهايه. يبقى لو السهم ده يمين معناه الما لا نهايه، لو السهم شمال سالب ما لا نهايه. طيب يبقى ده الجزء الاولاني. طبعا الرسومات دي مهمه ان انا افهم ان احنا بنعمل ايه. الفتره المحدوده طبعا لما اوصل، بص معايا هنا يا جد،
الفترة المحدودة هنوصل بس، الفترة غير المحدودة هنوصل ونمد من ناحية واحدة. ح طبعا يبقى هنمد من ايه؟ من ناحيتين. تعالى بقى ناخد المجال جبريا. ازاي هنجيب المجال؟ احنا قلنا يعني ايه المجال اصلا؟ يعني جميع القيم الممكنة لس. طب تعالى بقى نركز معايا هنا واحدة واحدة. يبقى أول سؤال عندنا مهم إيه؟ نسيت. يجيب لك رسمة يقول لك العلاقة دي دالة ولا ليست دالة. يبقى ده أول واحدة دالة. بعد كده يجيب لك جبرية يقول لك دي دالة وليست دالة. اللي فيها صاد تربيع وصاد أس عدد زوجي ليست دالة. صاد أس عدد زوجي يعني وما فيهاش صاد خالص يبقى ليست دالة. بعد كده واحنا بنرسم تخلي بالك من المجال. أهم حاجة المجال. لو مجموعة نقط فقط، لو فترة هنوصل، لو فترة غير محدودة بقى فيها ملاها أو سلمها يبقى هنمد، ملاها يمين سلمها لها شمال، لو المجال ح يبقى هنمد من ناحيتين. تعالى هنجيب المجال بقى جبريا. المجال جبريا. تعالى ركز واحدة واحدة. عند أول واحدة دالة كثيرة الحدود. يعني إيه دالة كثيرة الحدود؟ قال لي يعني لا كسر ولا جزر، لا كسر ولا جزر، لا كسر ولا جزر. يبقى يعني ايه لا كسر ولا جزر؟ يعني ما فيهاش كشرط الكسر وما فيهاش جزر، سواء جزر تربيع او تكعيب ما فيهاش جزر. قال لي اي داله كثيره الحدود مجالها ح، مجالها ح. يبقى اي داله كثيره الحدود مجالها ايه؟ مجالها ح. يعني لما اقول لك كده د س هيساوي 2 س تربيع زائد 5 س زائد 1 وانت مغمض المجال ايه على طول؟ ح. لما اقول لك د س هيساوي 4 س زائد 2 برضه مجالها ح. اي داله ما فيهاش لا كسر ولا جزر مجالها ح. لا كسر يعني ما فيهاش شرط الكسر زي كده مش عارف 5 على س مش عارف كذا، ما فيهاش جزر. يبقى دي اسمها كثيرة حدود، مجالها ح على طول. طيب يبقى النوع الاولاني دوال كسرات الحدود اللي هي لا كسر ولا جزر مجالها ح. النوع الثاني وده خدناه في ثالثه اعدادي الداله الكسريه. مجالها ح فرج اصفار المقام، فاكرها؟ عندي اربع حاجات عشان نخلص، انا عارفك طبعا ناسي. حد مطلق بس اعكس اشارته بس. حد مطلق ومعامل اعكس واقسم على المعامل. طيب بعد كده س من غير حد مطلق، بدون حد مطلق، من غير حد مطلق صفر. بعد كده عدد طبعا فوق ما يتحسبش. يعني ايه؟ بص يا حبيبي، لما اقول لك د س عايز المجال طبعا عين المجال. د س هيساوي 3 على س ناقص 2. المجال ح فرق اصفار المقام. اصفار المقام بقى مش محتاج اي حاجه خالص، ده حد مطلق اعكس الاشاره، حد مطلق بس اعكس اشارته بس. يبقى كام يا حبيبي؟ هي سالب 2 تبقى ايه؟ موجب 2، يبقى ح فرق الاثنين. لما اقول لك د س هيساوي 4 س زائد 3 على س زائد 5. ها؟ طبعا مش دعوه البسط اصفار المقام، يبقى ح فرق الكام؟ ح فرق ايوه سالب 5، حد مطلق يعكس الاشاره. طبعا اللي ينصح ح هنقول له